هذه من قصص لقمان. طبعا لقمان كان إنسان مملوك، كان يملك شخص، وكان عنده يوم من الأيام قال له اللي يملك ذا اذبح لنا شاة وأتني بأطيب ما فيها. فذبح الشاة وجاب القلب واللسان فأكل هذا. قال أكيد إن بدون عظم إنه أطيب شيء. فأخذ له فترة وقال يا لقمان اذبح لنا شاة وأتني بأخبث ما فيها. فذبح الشاة وجاب القلب واللسان. فاستغرب الرجال ذا، كيف الأول يجيب القلب واللسان وفي الثاني يجيب القلب واللسان؟ فسأله قال في الأولى قلت ائتني بأطيب ما فيها وجيتني بالقلب واللسان، والثانية قلت ائتني بأخبث ما فيها فأتيتني بالقلب واللسان. قال نعم يا مولاي، قال نعم يا مولاي، هن أطيب انطابا وهن أخبث خبثا. قال إذن اذهب فأنت حر. فاجتمع الناس على لقمان، قاموا الناس يروحون يجون عليه وتركوا ايش؟ الرجال اللي هو كان من أول مملوك عنده. فاستغرب ان الناس عنده وتركوه هو يروح لثاني مرة. قالوا شبال الناس كلهم قاموا يروحون لك ويتركوني، من أول الناس هم اللي عندي. قال إيه؟ لأنك اشتغلت بما لا يعنيك وتركت ما يعنيك فتركوك الناس، وأنا اشتغلت بما يعنيني وتركت ما لا يعنيني فأتوني الناس. سلامتكم.